مشاهدينا متابعينا اينما كنتم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. تحيه لكم طيبه من هنا من ملعب لويس كومبانيس الأولمبي هنا في مدينة برشلونة، الملعب الذي شيد في العام 1927 في هذه المباراة التي تأتي في كأس ملك إسبانيا في الكوبا ديل ري في نسخة 124 لهذه البطولة العريقة الإسبانية. هنا برشلونة يستضيف ريال بيتيس في ثمن النهائي في دور ال16. برشلونة بعد أن سطر مجدا لا ينسى هناك في جدة، ومن قلب الجوهرة رسمت لوحة ستبقى خالدة في ذاكرة هؤلاء الجماهير، جماهير البلوغرانا، وكيف لا تخلد وهي لحظة لقب. ومن خلال الكلاسيكو، كلاسيكو الأرض، الخماسية التاريخية التي ستكون هي وقود هذا الموسم للبارسا. بعدها عاد برشلونة ليضع الكأس إلى جانب الكؤوس العديدة في خزائن الذهب، وعينه الآن على مجد جديد، وعينه الآن على مقطوعة. تصل الكرة من جديد على الجهة اليمنى لصالح الحسن دياو ليدرك التعادل لبيتيس. هنا انطلاقة الانتصار الرابع والوصول إلى الدور القادم للخطير جدا يامال على الجهة اليمنى، لكن الكرة البيتيس طويلة من الأمام، مقطوعة من الهولندي على طريقة عرضية والخطورة، لكن لبرشلونة هنا لقطة، هنا خطورة، هنا ضربة، هنا أولى، هنا تصويبة. بداية قوية لبرشلونة، بداية قوية لبرشلونة. بصغار برشلونة تكتب الأمجاد الكبيرة. نعم، بصغار برشلونة تكتب الأمجاد الكبيرة للبلوغرانا. البارسا يضرب من البداية، البارسا يضرب من البداية بتصويبة تأتي للاعب جافي في لقطة جميلة جدا لصالح برشلونة المسيطر تماما على المواجهة. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف اللمسة، أولمو بلمسة وتمريرة وصناعة. يأتي جافي بالهدف الأول لصالح برشلونة من خلال هذه المواجهة. إذن برشلونة في كل العالم جماهيري برشا من خلال هذا الموسم بهدف مهم على مستوى الدوري ومستوى دوري الأبطال. هنا قادرون حقيقة على تقديم شيء كبير من خلال لغة الجسد. يقولون فليك لديه تركيز مطلق، لا يبتسم. وعلى فكرة طبعا في عديد من تأتي لدى رافينيا وعرضية والخطوة اسكو، عرضية للأمام، رأسية تأتي، لكن الكرة إلى الجهة اليسرى، انطلاقة للشاب جيرارد مارتن يلعب الكرة للقين. يامال ما زالت الكرة معاه لامين، لكن كرة جمال طويلة، لمسة للأمام، يترك الكرة خطيرة، لكن الكرة إلى خارج الملعب بارتباك كبير كان من القائد الخبير اللي المفترض أن يكون. عرضية للأمام، أولمو تصويبة، لكن يتصدى بران باربوسا ينقذ الموقف لهدف ثاني كان قريب جدا من برشلونة واللقطة والعرضية والرأسية تأتي من إخواننا لوبيز، لكن تسلل يأتي في اللقطة الماضية على لوبيز الذي لعب. عرضية للأمام، الرأسية تأتي من جديد للهدف الثاني، لكن اللقطة ما زالت داخل ال 18 والتسلل حاضر. لقطة مهمة لصالح برشلونة عند أولمو تصويبة، لكن كرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى في لقطة أيضا خطيرة جدا بين الثلاثي. التعادل الإيجابي، لمسة ملعوبة على الجهة اليمنى، يحاول الوصول إليها، يصل إليها، لكن يبدو أن التسلل حاضر في مباراة التسللات حتى الآن في الدقائق العشر بينهم كان في كأس الملك. لكن هنا لقطة ملعوبة، خطأ، كرة ملعوبة طويلة أطول من اللازم في الأندية الإسبانية في التدريب، ثم بعد برتغالي، وبعدها المرة الثانية تقدم بطيلة بينية ممتازة، انطلاقة على الجهة اليسرى، عرضية، لكن التدخل يأتي والكرة من إيتور إلى خارج الملعب وإلى ركلة قدمها هذا اللاعب مع نادي برشلونة. لمسة طويلة أولمو، لكن كرة مقطوعة، تصل الكرة من جديد على الجهة اليسرى، خروقة من دفاعات نادي ريال بيتيس، تصل الكرة من جديد، ضية للأمام، الرأسية تأتي مقطوعة من دفاعات أولمو للثاني، تصويبة والثاني، ما زالت الكرة، غير معقول، غير معقول. لقطة خطيرة جدا كانت لبرشلونة، لكن في الأولى القائم يتدخل، وفي الثانية حارس المرمى فران باربوسا يتصدى لاعب الوسط. بالمناسبة سيرجي هنا خطأ حذاري من الأخطاء في لقطة كانت صعبة جدا من أمام باربوسا. تشتيت الكرة يأتي من بارترا، طويلة للأمام، مقطوعة اللقطة من لاعب الملعب. ما زالت اللقطة عند لاعبي برشلونة. فينيا من جديد اللقطة لصالح لاعبي نتيجة 2-0، لكن كرة ملعوبة إلى حارس الإخوان ميلوبيز، يلعب الكرة للخلف، التيميرا سيل، لمسة جميلة من يامال، التقدم لكن أطول من اليسار، يتقدم البرازيلي والعرضية، لكن ما زالت اللقطة والثاني، لكن يا سلام على مارك بارترا،
مع أنه تسلل لكن بطولية من مارك بارترا في لقطة جميلة جدا في إنقاذ رائع. شوف الركا، يا سلام يا سلام على الثنائية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بعد سطوة السوبر عين البرشلوني على اقتناص كل ألقاب الموسم. نعم، بعد سطوة السوبر عين البرشلوني على اقتناص كل ألقاب الموسم. أي سطوة، أي متعة، أي كرة يقدمها نادي برشلونة في هذا الموسم. متعة كبيرة، متعة كبيرة. حتى بلغريني أعتقد أنه مستمتع بهذا الأداء لبرشلونة. شوف اللقطة، شوف اللقطة الأولى تأتي من بيدري، لمسة جميلة. يا سلام يا رافينيا، رافينيا ما زالت اللقطة مع رافينيا، يمشي، ما زالت اللقطة معاه، يحاول المرور والتدخل لكن التقدم من الظهير الأيسر. جيرارد مارتن، عرضية للأمام، تقدم لبرشلونة من الجهة اليسرى، لمسة للخلف، سلام على المرور والتمريرة للثالث. كان الثالث قريب جدا، كان الثالث قريب جدا. بالأخص نتكلم عن عبد الصمد برشلونة. أولمو هل يفكر بالتصويب؟ نعم، يصوبها قوية لكن كرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة، جميلة الكرة كانت من دانييل أولمو على جيرارد، وبالخطأ تمريرة إلى إيسكو، لمسة أراوخو، ضغط أولمو بلمسة إلى رافينيا اليسار، التمريرة حاضرة لكن التدخل يأتي سنة ليعود بعدها لنادي باربوسا. طويلة كرة للأمام مقطوعة بالراس، ما زالت اللقطة معاه. يا سلام يا عيني على اللقطة، لكن التدخل يأتي. متعة كبيرة يقدمها هذا الشاب الصغير، هذا الشاب الصغير الذي لا يعترف بالعمر. عند كوندي يلعب الكرة لأولمو في داخل 18، الخطورة لصالح برشلونة. يا سلام على التقدم، متعة أخرى، عرضية ممتازة للأمام لكن التدخل من المدافعي بارترا. يتدخل بارترا من أمامي، قدم في هذه المرة سبالي لكن يبدو أن رافينيا، عرضية للأمام، الخطورة تأتي، كوبارسي بالتحضير والكرة من جديد لدى كوندي، استلام ممتاز، يكسب من يتقدم. ما زالت اللقطة والكرة ملعوبة، ربما تأتي من إسكو، عرضية للأمام لكن التدخل، لمسة للأمام، الخطورة تأتي لكن قطع الكرة من عودة وينقذ هدف تقليص النتيجة في لقطة قدم الشاب الصغير، والعرضية تأتي. حلوة جميلة، يلعب الكرة لكن وين على طريقة المدافعين، لم يستغل اللقطة والتمرير. لامين، يا سلام إلى كونتي للثالث، تصويبة للثالث لبرشلونة، جبهة يمنى، جبهة يمنى، لا يستطيع معها ريال بيتيس أن يقاوم هذه الجبهة الخطيرة جدا. ثنائية لامين وكونتي تأتي بالهدف الثالث لتنهي الأمور معها في شوط المباراة الأول وتصعب المهمة لتجعلها مهمة مستحيلة من أمام ريال بيتيس. أي متعة في الجهة اليمنى، شوف لامين، شوف يامال بلمسة جميلة وإنهاء أكثر رائع من كونتي، قوية جدا صعبة لا يشاهدها فران باربوسا إلا في مرمى، قوية صعبة جدا، صعبة جدا، وتصويبة تنهي معها آمال بيتيس في العودة للمباراة والعودة. تور روكي، هنا لمسة ملعوبة والتسلل تصل من جديد في الجهة اليمنى والتشتيت يبدو من جديد لجيرارد مارتن، يكسب في وسط الملعب عند التيميرا، سيرجي يكسب والكرة ملعوبة عند رافينيا في الجهة اليسار، العرضية الجعية الهجومية التي تأتي من بداية شوط المباراة الأول خيالية إن عاد ريال بيتيس. زالت اللقطة عند كوبارسي في وسط الملعب، ينقل الكرة لك خطأ يأتي من لاعبي برشلونة لكن من النادر أن تأتي كوبارسي رائع في اللقطة لدى بيدري إلى يامال يصوبها لكن بالشباك الجانبية، واللقطة والتسلل أيضا حاضر على تحضير الكرة طويلة هناك إلى يامال والكرة والتصويبة والهدف الثالث يأتي، الهدف الثالث يأتي من يامال. جمال يأتي بالهدف الثالث، جمال يأتي بهدف ثالث لنادي برشلونة. الأمل ما زال موجود لكن رونالدو أراوخو تصل الكرة، هل يرد بيتيس؟ الكرة عند جيسوس لكن يحاول لعب الكرة والتمريرة والضغط يأتي عليه، الخط تقدم يعني التصويبة والكرة رافينيا، نعم رافينيا يسجل هذه المرة، مرتدة خيالية لبرشلونة، مرتدة مثالية لبرشلونة، مرتدة يأتي معها ثالث الأهداف، لكن عينك على يامال، الجهد كله يامال، القوة كلها يامال، المهارة كلها للامين،
لعبة جميلة جدا لبرشلونة، مرتدة تدرس، مرتدة لا تمل من مع الكرة، الانطلاقة من الجهة اليمين، العرضية تأتي كانت، والتسلل الذي كان فيران توريس يجهز نفسه للدخول في يلعب الكرة والتمرير. رافينيا يفقد كرته جميلة من إسكو في الجهة اليمين لدى رودريك، ينتظر الانطلاقة العرضية تأتي لكن تطي الملعب، لمسة طويلة، البحث عن لمسة وكرة للأمام ملعوبة يفقدها ريال بيتيس سريعا، تأتي عند جافي يمشيها إلى بدري للرابع والتصويبة، لكن يا أولمو تمريرة داخل ال 18. فيران توريس يسجل الهدف الرابع. نعم، رباعية تبين لك المستوى كبير في هذه المباراة، تبين لك الفوارق الكبيرة بين برشلونة وبيتيس، يبين لك الفوارق الهائلة جدا بين برشلونة وبيتيس. إذن البديل فيران توريس يسجل الهدف الرابع ويتقدم بالنتيجة. رباعية كبيرة، رباعية تثبت لك أن برشلونة في هذا الموسم يضرب ولا يبالي، لا يفكر بالنتيجة. هي عقلية ألمانية، العقلية الألمانية تقول لا يهم كم سجلنا، لا يهم أبدا كم تقدمنا بالنتيجة. خيسوس، عرضية من خيسوس لكنها سهلة أكثر من سجل، يعني قوة هجومية. اللاعب فيتور روكي داخل ال 18، العرضية كونتي تغطية ممتازة ومستوى كبير. سلام الخامس والكرة، لكن البالي عرضية للهدف الأول والتصويبة، لكن إلى خارج الملعب، إلى ضربة مرمى. كانت الليلة ليامال يتقدم للخامس. نعم، الهدف الخامس، لكن أيضا تسلل. ما مشت معك اليوم، مو راضية تمشي معاك اليوم يا لامين. شوف اللقطة الماضية، التسلل، لعبة كانت جميلة من فيرمين، لكن من الممكن أن يكون هدف صحيح، انتظار للتأكد من اللقطة. هل كان لامين يامال في موقف التسلل؟ لقطة لم تكن واضحة جدا. برشلونة ليضرب في هذه المواجهة، خطورة للهدف السادس، تصويبة قوية لكن التصدي يأتي تريكيز، لكن كرة سرعان ما تقطع وركلة جزاء. فيتور روكي من أمام بينيا، فيتور يصوبها ويسجل الهدف الأول. نعم، أول أهداف ريال بيتيس يسجل في آخر الدقائق في هذه المواجهة، ليأتي الهدف الوحيد وهدف حفظ ماء الوجه في اللقطة الماضية. شوف فيتور صوبها، كاد أن يتصدى لها بينيا ولكن